ودعونا نستفيد من هذا المؤتمر لنتبادل الأفكار والخبرات وخلق شراكات جديدة. النهارده يعني تشرفت المنظمة إنها تنظم أول مؤتمر دولي للتحكيم الدولي وحماية البيئة في مصر. المؤتمر انعقد أو سينعقد على مدار ال3 أيام القادمة، النهارده وبكرة وآخر يوم إن شاء الله الخميس. كانت النهارده الحفلة الافتتاحية أو الافتتاح الأساسي للمؤتمر بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والشخصيات العامة والسياسيين والمتخصصين في مجالات التحكيم، سواء أساتذة جامعات أو خبراء قانونيين. وتشرفنا بحضور سعادة الدكتور بسام الغانم، كويتي الجنسية وهو رئيس منظمة التجارة العربية التركية. وشرفنا كمان حضور معالي الدكتور حمد روح الدين، وزير الإعلام الكويتي الأسبق وهو رئيس المؤتمر الحالي. وكمان ضيف شرف المؤتمر معالي المستشار ناصر الغريب، وزير العدل ووزير الأوقاف الكويتي الأسبق، بالإضافة إلى نخبة كبيرة جدا، يعني الدكتور عادل أبو يزيد، وكان هو رئيس مجلس التحكيم على مستوى دول الخليج، ونخبة من أساتذة الجامعات من جامعة القاهرة ومن جامعة عين شمس والمنصورة وطنطا. المؤتمر الهدف الأساسي منه إن احنا يعني نشارك، وأنا طبعا مصري ولكن الإخوة العرب يشاركوا مصر في احتفالات أكتوبر العظيمة، ويمكن اختيار التاريخ ضمن الاحتفالات مصر ده شرف كبير جدا لينا كمصريين، وكمان للعرب كلنا بيوم العزة والكرامة اللي يعني خلت دايما الذكرى اللي يعني بتزود عندنا كل سنة روح الانتماء والمحبة للوطن والفخر بالإنجاز العظيم ده. المؤتمر تناول أبعاد مهمة جدا لتشجيع الاستثمارات العربية الدولية وتشجيع الاستثمار، وإزاي نخلق بيئة قانونية تجذب المستثمرين وتساعدهم على الاستثمار بشكل آمن. وكمان البعد الأهم اللي كلنا دلوقتي بنعاني منه هو تغير المناخ والتلوث البيئي، وإزاي القانون والتحكيم يكون ليه يعني هنقول مدلول كبير لحماية المواطنين ولحماية المستثمرين من أي تغيرات مناخية أو من أي تجاوزات بيئية من أي نشاط تجاري. المؤتمر هيكون فيه مجموعة ورش عمل وتدريبات، ومشارك معانا جمعية المهندسين الكويتيين، وهي جمعية زي نقابة المهندسين كده في القاهرة، وجمعية المحامين الكويتية، بالإضافة طبعا إلى نخبة من أساتذة القانون من مصر والخبراء المتخصصين. على مدار يعني اليومين اللي جايين إن شاء الله هيتم عقد ورش عمل بحيث إن يعني يتم تأهيل مجموعة من الشباب المصري والعربي للعمل في هذا القطاع الهام جدا وهو التحكيم. هم كلهم يعني ناس قانونيين على أكفأ الدرجة، ولكن بنحاول نديهم خبرات أكتر علشان يقودوا مراكز التحكيم في الوطن العربي، بالإضافة إلى إن احنا إن شاء الله يعني بنحاول نطلق مبادرة عربية تكاملية لحماية البيئة واستخدام الأمثل للقانون والتحكيم في جميع